تصور معايا اخي الكريم طياره طايره في السماء عادي، الركاب كيتصوروا كيضحكوا كيشربوا قهوه، شويه الرادار كيسكت، الاتصال كيتقطع، الطياره كتغبر بحال الا ما عمرها كانت. وفي نفس الوقت السفينه كتمشي وسط البحر والجو زوين، موسيقى شاده الجو، شويه السفينه كتختفي من البحر بلا ما تخلي حتى شي اثار. فين مشاو هاد الناس؟ واش البحر ولا مقبره ولا كاينه شي قوه غامضه اخطر من الطبيعه هي اللي كتشدهم؟ السلام عليكم ومرحبا بكم اصدقائي في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد من اغرب واخطر الاسرار اللي حيروا البشريه كامله، لغز حتى العلماء الكبار وقفوا عاجزين قدامه. خليكم معايا حتى الاخر حيت غادي نكتشفوا معكم اخطر النظريات اللي كتفسر هذا اللغز، وغادي تكتشفوا مفاجاه ما عمركم تخيلتوها. المكان اللي كيوقع فيه هادشي كامل سميتو مثلث برمودا او مثلث الشيطان، منطقه مرسومه على شكل مثلث دايره بحال شي فخ. هذا المكان جمع بين ميامي اللي كاينه في الولايات المتحده وجزيره برمودا ومدينه سان خوان في بورتوريكو، بقعه وسط المحيط الاطلسي. كيتقال عليها انها كتبلع الحديد والبشر بحال شي وحش جيعان. من سنين طويله والعالم كيسول شنو هو السر ديال مثلث برمودا، واش مجرد طبيعه قاسيه وصعيبه ولا كاين شي سر كبير كيتخبى في هذه الاعماق الزرقاء اللي مازال ما تكتشفش. ولكن الرعب الحقيقي ماشي غير في هذه الاختفاءات، الرعب هو في السر اللي كيتخبى في الاعماق. كاينه اساطير كتقول باللي وسط هذا البحر المظلم كاين العرش ديال ابليس، العرش اللي منه كيحكم جيوش الشر واللي كيبسط الظلام ديالو على العالم كامل. تخيل هذه الفكره، ابليس سيد الظلام اختار اعماق البحر باش يكون القاعده ديالو وباش يسيطر على الكوكب. واش بصح ولا غير كذوب واساطير باش يفسروا به هذا الغموض؟ وواحده من اشهر الاساطير اللي كتربط مثلث برمودا بمدينه اطلانتس الاسطوريه اللي كيعتقدوا انها غرقت تحت المحيط. النظريه كتقول باللي بقايا هذه المدينه كاينين في القاع ديال المثلث، وان باللورات الطاقه الضخمه اللي كانت كتزود اطلانتس بالقوه باقا خدامه وكتطلق واحد الاشاعات قويه هي اللي كتعطل الاجهزه ديال السفن والطائرات وكتجرهم لداخل البحر. النظريات الاخرى اللي كدور عليها الكلام هي ان الكائنات الفضائيه هي المسؤوله على هذه الحوادث. كيقولوا باللي هذه الكائنات كتخطف البشر، كتخفي السفن والطائرات باش دير عليهم تجارب ودراسات غريبه. هذه النظريه جات من الاختفاءات الغريبه اللي ما كتخلي حتى شي اثار. هاد التفسيرات كامله كتبقى مجرد اساطير ونظريات خياليه. اليوم غادي نفتح معكم هذا الباب وغادي نهبطوا في هذا البحر الغامض باش نكتشفوا مع بعضياتنا شكون اللي ضاع وسط مثلث برمودا وما رجعش نهائيا. شنو التفسيرات العلميه اللي حاولت تفك هذا اللغز؟ هذا المكان ماشي غير بحر عادي ولكن ساحه مليئه بالاسرار، حيتاش اختفوا فيها طيارات، بواخر، غواصات بلا ما يخليو حتى شي اثار. خليك معايا باش نكتشفوا اشهر حالات الاختفاء اللي هزات العالم كامل. اكثر من 50 سفينه وعشرات طائرات اختفوا في هذه المنطقه بلا ما يخليو حتى شي اثار. ما كاين حتى شي حطام، لا جثث، لا اي حاجه كتبين شنو وقع، وهذا الشيء هو اللي خلاه يولي لغز عالمي. اول قصه غادي نهضروا عليها هي الرحله 19. هذه من اشهر الحوادث اللي وقعت في 5 دجنبر 1945. 5 ديال الطائرات حربيه امريكيه كانت في مهمه تدريبيه. الجو كان مزيان والطيارين كاملين عندهم خبره ومحترفين، ولكن فجاه بدات الاجهزه ديالهم كتعطل، والطيار القائد قال في اخر مكالمه ليه ما بقيناش عارفين فين حنا، كل شيء غريب، حتى البحر ما بقاش طبيعي، ومن وراها تقطع الاتصال بهم كاملين وما عمرهم رجعوا. من بعد هذه الحادثه طائره انقاذ كبيره كانت غاديه تقلب عليهم حتى هي اختفت بلا اي اثار. هذه الحادثه هي اللي خلت العالم يبدا يهضر على مثلث برمودا. قصه اخرى غريبه هي ديال السفينه يو اس اس سايكلوبس. هذه كانت سفينه تابعه للبحريه الامريكيه وضخمه بزاف، اكبر سفينه كتنقل الفحم في ذاك الوقت، فيها اكثر من 300 راكب. كانت خارجه من البرازيل وغاديه لواشنطن. وسط الممر ديال مثلث برمودا تقطعات الاخبار، ما بقى لا اثار لا حطام، وكأن البحر بلعها. وحتى السلطات الامريكيه اكدت ان السفينه ما تعرضت حتى شي هجوم، وهذا الشيء اللي خلى الاختفاء ديالها يولي واحد اللغز كبير. في سنه 1948 اختفت طياره سميتها ستار تايجر، كانت غاديه لبرمودا، كان فيها 31 راكب وكل شيء كيبان عادي، ولكن ما وصلتش للوجهه ديالها. من بعد عام بالتمام 1949 اختفت اختها التوأم ستار اريل بنفس الطريقه، نفس النوع، نفس الطياره ونفس المسار ونفس النهايه. سنه 1955 سفينه كونيمارا الرابعه كانت باخره صغيره خارجه من فلوريدا. من بعد ساعات قليله وسط المثلث دار عليها واحد الاعصار مفاجئ، ومن ذاك النهار ما بان عليها حتى شي اثار. طياره دوغلاس سنه 1948 كانت واحد الطياره امريكيه فيها 29 راكب خارجه من بورتوريكو ومتوجهه لميامي. اخر رساله قالها الكابتن ديال الطياره: بقات لينا 80 كيلو ما
كيلومتر على الوصول. من بعد لا صوت لا خبر، الطياره اختفت تماما. من بعد هذه الحوادث مثلث برمودا ما بقى حتى واحد كيشوفه بحال شي بحر عادي، ولا رمز للغموض ولا الرعب. العجيب في مثلث برمودا ماشي غير الحوادث ديال السفن والطيارات اللي كتختفي، ولكن حتى الظواهر الغريبه اللي كيتسجلوا تما. طيارين بزاف حكاو قصص متشابهه، كيدخلوا في واحد السحابه غامضه دايره بحال شي نفق كيبلعهم، والاجهزه ديال الطياره كدوز وكتحرك بوحديتها. البوصله كتلف، الرادار كيولي كيعطي اشارات عشوائيه. كيتفاجئوا انهم كيخرجوا من داك السحاب وكيلقاو راسهم في مكان اخر او حتى في شي زمن مختلف. وبالنسبه للبحاره كاين اللي كيقولوا باللي البحر في داك البلاصه كيولي ساكت بزاف، الريح كتسكت والامواج كتهدى والجو كيولي مخنوق، حتى كيتفاجئوا بواحد الموجه عملاقه خارقه كتضرب السفينه على غفله وكتغرقها في ثواني. والاغرب من هذا الشيء كامل ان بزاف ديال الناس كيسجلوا اضطرابات مغناطيسيه. البوصله ما كتبقاش كتوجه للشمال الحقيقي، ولكن كتولي كتمشي للشمال المغناطيسي ديال الارض. وهنا العلماء نفسهم تحيروا، علاش غير في هذه المنطقه كيوقع هذا الخلل؟ بحال الا مثلث برمودا ماشي غير بحر، ولكن نقطه خارقه، قوانين الفيزياء كتبدل فيها والزمن كيترون، الطبيعه كتصرف بطريقه ما مفهوماش. الانسان من زمان ما عمرو شاف مثلث برمودا بحال شي بحر عادي، دائما كان كيربطوا بالغموض وبالعالم الخفي. من بعد ما العالم كله بدا كيهضر على مثلث برمودا، ومع كل هذه القصص الخياليه العلماء قرروا يبحثوا ولقاو ان الحقيقه ابسط بزاف من الخيال. باش نكونوا واضحين، ما كاين حتى شي كائن فضائي ولا دوامه زمنيه ولا حتى شي حاجه خارقه، كل شيء يفسروه العلماء بالعقل والمنطق. اول سبب قوي اللي لقاوه العلماء هو موجات روغ العملاقه. هذه الموجات كتجي على غفله وكيوصل الطول ديالها حتى ل 30 متر، وكتقدر تهرس اي سفينه في ثواني معدوده. العلماء داروا محاكاه وتجربه لبعض حالات الاختفاء ديال السفن القديمه بحال يو اس اس سيكلوبس اللي تكلمنا عليها في الاول، وشافوا كيفاش موجه وحده كتقدر تخلي السفينه تختفي بلا ما تخلي حتى شي اثار. ثاني حاجه غاز الميثان. في 2003 واحد الدراسه علميه اكتشفت ان في قاع المحيط في منطقه برمودا كاينين حقول عملاقه ديال غاز الميثان. هاد الغازات كيكونوا تحت واحد الضغط كبير، ومره كيطلعوا بواحد الشكل مفاجئ للسطح ديال المحيط، وهذا الشيء كيخلي الماء يفقد الكثافه ديالو. في دقه واحده السفينه اللي كتكون فوق ديك البلاصه كتذوب بكل بساطه وكتغرق، حيت ما كيبقاش عندها اللي يكفيها باش تبقى راسيه في الماء. ثالث حاجه الغيوم السداسيه. علماء الارصاد الجويه لقاو ان في منطقه برمودا كتكون غيوم على شكل سداسي كتسمى غيوم القنابل الهوائيه. هاد الغيوم كتخرج منها رياح قويه وسريعه كتهبط عموديا لسطح البحر، والسرعه ديالها كتقدر توصل حتى ل 270 كيلومتر في الساعه. هاد الشيء كيقدر يطيح اي طياره في ثواني ويخلق موجات عملاقه تقدر تغرق اكبر السفن. رابعا كاين العواصف والرياح والتيارات. هاد المنطقه معروفه بالتيارات القويه ديال المحيط، وخصوصا تيار الخليج. التيارات المائيه القويه كتقدر تدفع الحطام لالاف الكيلومترات، وداك الشيء علاش ما كيلقاوش الاثار ديال الطيارات ولا السفن. بالاضافه هاد المنطقه هي مركز الاعاصير والعواصف الرعديه، وهذا الشيء كيقدر يسبب بزاف ديال الحوادث. وخامس حاجه بزاف ديال الحوادث كانت مبالغ فيها في التقارير القديمه، وبعض منها ما وقعش اصلا ولا كان خارج المنطقه المرسومه للمثلث. يعني الاساطير كلها تجمعات وكونات قصص مبالغ فيها باش تشد الجمهور، ولكن الحقيقه العلميه اقل اثاره ولكن اكثر منطقيه. باختصار لا كائنات فضائيه ولا اطلانتس الغارقه، ما كاين غير موجات قويه، طقس صعيب واخطاء بشريه، والاعظم من هذا الشيء كامل قدره الله تعالى في هذا الشيء كامل. هذه هي الحقيقه اللي وراء كل هذه الاختفاءات الغامضه. يا صاحبي راه كاينه واحد الحاجه غادي تصدمك، بزاف ديال الحوادث اللي كانت كتنسب لمثلث برمودا طلعت كلها كذبه. واحد الكاتب امريكي بدا كيبحث في القصص ديال مثلث برمودا ولقى ان بزاف منها ما كايناش ولا مبالغ فيها ولا وقعت خارج المنطقه. الهيئه الوطنيه الامريكيه للمحيطات والغلاف الجوي اكدت ان عدد الحوادث في مثلث برمودا ماشي اكثر من اي منطقه اخرى في العالم، ولكن غير حيت المنطقه حيويه وكتعرف واحد الحركه ديال المرور اللي كثيره فالحوادث فيها كتكون اكثر. اذا الاسطوره ديال مثلث برمودا ما هي الا خدعه كبيره خدمها الاعلام باش يخلق شويه ديال التشويق والاثاره، والاسرار الحقيقيه ماشي تحت البحر، لا بل في البحر نفسه. الخلاصه من هذا الشيء كامل العلم حاول يعطي بعض الاسباب المنطقيه، ولكن اي تفسير تيبقى فيه واحد شويه النقص. اليوم ملي هضرنا على مثلث برمودا شفنا ان الموضوع ماشي بسيط، والطبيعه عندها اسرار اقوى بزاف من اللي كيتصور العقل ديالنا. البحر، السماء، الزمان كاملين فيهم الغاز مازال ما قدرناش نفكوها، ولكن اللي مؤكد هو ان مثلث برمودا غادي يبقى اخطر لغز بحري عرفته البشريه، وباب مفتوح على اسرار يمكن يبدلوا الطريقه اللي كنشوفوا بها هذا الكون. ويمكن هنا خصنا نوقفوا ونسولوا راسنا علاش الله تعالى خلى بعض من هذه الاسرار الكون تبقى غامضه على البشر. هذه هي العبره اللي كتبين لنا قدره الله عز وجل. هو سبحانه اللي خلق البحر والسماء والارض والجن والانس، وهو اللي مسخر الكون بقوانين دقيقه، ولكن حتى بقوانين اللي باقي الانسان ما وصلش اصلا باش يفهمها.
ومثلث برمودا ممكن يكون غير اشاره صغيره من الله تعالى باش نعرفوا ان العلم ديال البشر مهما تطور غادي يبقى محدود قدام علم الله الذي لا يحد. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني مهما وصلنا في التكنولوجيا والاكتشافات باقي امامنا اسرار كتفوق التصور ديالنا. اذا مثلث برمودا غادي يبقى رمز على ان الانسان ضعيف، ان الله تعالى اللي كيتحكم في كل شيء، هو اللي قادر يحفظ عباده من اي شر، هو اللي كيعلم الاسرار اللي ما نقدروش نوصلوا ليها، هو اللي خلى هذا العالم معمر بالعبر والدروس. وفي الاخير الغموض ديال مثلث برمودا ماشي فقط قصه للرعب والتشويق، بل هو دعوه باش نتفكروا ان الله تعالى خلق الكون بحكمه، وان الانسان مهما تكبر بعلمه وتقنياته باقي محتاج يرجع للخالق باش يلقى الطمأنينه. يمكن العلم يجاوب على بعض الاسئله، ولكن الجواب الاكبر والاعظم ديما عند الله عز وجل. خوتي هذه كانت قصتنا لهذا النهار. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لنا رايكم في التعاليق، واهم حاجه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم كل الفيديوهات الجديده. ودمتم في امان الله.